هنعمل أكلة الكوارع المتينة الجامدة مع بعض بأسهل طريقة وطعمها جميل ملبن كده وزبد. تعالى اوريكم هتعملوها ازاي. هنجيب الكرعاية نسيبها سليمة كلها وماسكة في بعضها ونكحتها حلو بالسكينة قوي، وما نخليش فيها ايه ولا شعراية ولا اي حاجة خالص، ونخليها بيضة كده وجميلة، وندعكها بقى بليمون وبملح، ونخش على التقيل بقى. معانا حلة كده على النار، هنعمل فيها ايه؟ هنحط فيها الكرعاية سليمة زي ما هي، مش هنقطع. ونجيب مع بعض حبتين طماطم وحبتين بصل وفصوص توم كده مصححة بقشرها، مش لازم تقشريها، لا عادي بقشرها. وتخرطي بقى مع بعض الطماطمتين والبصلتين، وتحطي فصوص التوم كده مصحيحة بحالها كده في قلب الحلة بتاعتك على الكرعاية. وتدي الكرعاية كده تشويحة حلوة كده عشان شربتك تبقى ايه، تستوي عالي قوي كده وترم الركب والعظم بطريقة حلوة كده. الناس اللي بتعشق الكوارع هي اللي هتحب الايه الطريقة دي. نحط كده مع بعض بقى حبة 7 بهارات، حبة ملح، حبة كمون، حبة بهار مشكلين كده حلوين من اللي احنا بنحبهم، مكعبين من الماجي. والحاجة الأساسية بقى في شربتنا الحلوة دي النهاردة حباية جوز الطيب. تجيبي حباية كاملة كده وتدششيها بس 4/4 وتحطيها في الشوربة بتاعتك، وتفرجي بقى على طعامة الشوربة وحلاوتها مع الخلطة الجميلة اللي حطيناها فيها دي. وشوحي بقى الكارع معاكي ولا قراورة، وادي ايه حبة جوز الطيب اللي انا قلتلكوا عليها. وشوحي بقى وايه وظبطي شغلك كده، وغطي الحلة علشان ايه تتشوح مع بعضها حلوة اوي. ولو وصلت معايا لحد هنا اوعي تنسي تشتركي معايا في القناة لو لسه ما اشتركتيش، ولايك حلو وكومنت حلو مني. وشوحي كويس وقلبي من تحت لفوق ومن فوق لتحت زي ما انا بعمل كده بالظبط. هي طبعا الكرعاية ماسكة في بعضها، بس ايه بس طبعا لازم تقلبيها برضو، ما ينفعش تسيبيها من غير ما تقلبيها. وتطلعي كده من التتبيلة اللي انت حطيتيها والتشويحة عليها من فوق، وتغطي تاني كده، يعني هي حوالي 5 ولا ربع ساعة كده ولا 10 دقايق زي ما تحبي تشويح. ومعانا مية كده بتغلي بقى على النار على العين التانية. بعد ما شبعناها في التشويحة نزود بقى ايه الشوربة الجميلة بتاعتنا. مقدار شوربتك زي ما تحب، عايزة شوربة كتير حطي، عايزة شوربة ايه دسمة ومركزة قللي الكمية. وطبعا هنسيبها بقى تغلي مع نفسها كده، ولما تستوي وتطلع معانا بالشكل الجميل ده ملبن يا ولاد، ملبن زبدة كده وشربتها جميل شكل وطعم وريحة ولون. جربوها بنفس الطريقة كده وهتبقي اكنك ما اكلتيش كوارع قبل كده، هتقولي الطريقة دي كانت غايبة عني فين. يا رب اكون عجبتك وتكون استفدت مني، مع شوية فتة حلوين ولا شوية رز، بألف هنا وشفا على قلوبكم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما تنسوش الاشتراك في القناة واللايك الجميل منكم عشان القناة تشتغل شوية احسن. ده العيد بقى، كل سنة وانتم طيبين، وده اول شغلنا بعد العيد. كل سنة وانتم طيبين يا رب.